وصفتي لليوم وصفة مميزة إن شاء الله رح تعجبكم. رح أعمل كيكة البردقان، كيكة أيام زمان، طريقة بسيطة وسهلة. يلا تعالوا نشوف كيف طريقة التحضير. بحتاج 4 بيض بحرارة الغرفة، وبحتاج رشة ملح صغيرة، وبحتاج معلقة خل، وهلأ رح أخفقهم، وهلأ رح ضيف كاسة سكر وأخفقهم. وهلأ بحتاج معلقة فانيلا ورح أنزلها وأخفقهم. وهلأ رح نزل معلقة لبن زبادي وأرجع أخفقهم. وهلأ رح نزل برش البردقان. وهلأ رح نزل نص كاسة زيت نباتي وعلى دفعات مع التحريك. وهلأ رح نزل نص كاسة عصير بردقان. وهون عندي كاستين ونص طحين منخول، ورح نزل عليه معلقة بيكنج باودر وأقلبهم مع بعض ونزلهم فوق الخليط بالتدريج مع التقليب. وهيك عندي نزلت أول دفعة طبعا مع التقليب، وبعديها بس ينعم معي بنزل الدفعات الثانية، ولازم تكون حركة الإيد سريعة. وهيك عندي بعد ما جهز الخليط، هلأ قالب الكيك دهنته بمعلقة طحينة ومعلقة زيت، ورح نزل الخليط فوق. وهيك عندي بعد ما نزلت الخليط رح ريحه 5 دقايق. وطبعا قبل ما ندخله الفرن بنخبط القالب خطين طبعا عشان نطلع الهواء اللي فيه، ومندخله على فرن محمى قبل بوقت على حرارة 180 بالرف الوسط. بنخليه 10 دقايق، بعدين بنوطيه 150، بياخد تقريبا معنا نص ساعة. وعندي هيك بعد ما جهز قالب الكيك طلعته من الفرن. والله ما بحكي لكم الريحة واصلة لعند بيت الجيران، ريحة بتجنن عن جد، بتشهي القلب. بدي خليه يبرد شوي بعدين اقلب الكيك. شوفوا لي الكيك، شوفين من جوا، شايفين كيف من جوا ما شاء الله. شوفوا لي اللون، شوفوا لي بس الارتفاع اسم الله، شوفوا لي الهشاشة بشهي ما شاء الله. كنت معكم نسرين السعدي. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوا الاشتراك بصفحتي، وصحة وهنا للجميع. دمتم بأمان الله.